بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الاحمر. يلا كده يا اهلاوية، عاوزين نوصل 1000 مشترك النهارده في الماتش ان شاء الله، الاهلي وغزل المحلة. هنعرف القائمة اللي خدها معاها كولر، ونعرف التشكيل ونتوقع النتيجة مع بعضينا. القائمة هي الشناوي، شوبير، حمزة، علاء، خالد عبد الفتاح، ربيعة، العش، هاني، الدبيس، توفيق، عطية، رضا، كوكا، الساعي، السولية، ندفد، عاشور، حمزة، عبد الكريم، وقفشة، وقدام محمد عبد الله وحسين الشحات وجيرارد ياشار. ده القايمة اللي واخدها معاه مستر كولر النهاردة في ماتش غزل المحلة. الماتش برضه يبقى صعب ومش سهل. غزل المحلة كانت عاملة ماتشات كتير هيوقع بقالها فترة، بس كان أول ما كانت عاملة ماتشات حلوة. معاهم بابا فاسيليو، لسه مدرب يعني أول ماتش ليه، هيبقى رخم شوية معانا. بابا فاسيليو أصلا بيدافع ما بيهاجمش، فهنشوف هيعمل ايه النهارده ان شاء الله الاهلي مع غزل المحل. اتوقع تشكيل مع بعضينا كده: الشناوي، هاني، الدبيس، ربيعة، العش، مروان عطية، عمر الساعي، قفشة، إمام عاشور، وحسين الشحات، وجيرارد ياشار. دي القايمة ده تشكيل متوقع النادي الأهلي النهارده إن شاء الله في الماتش النهارده. فإن شاء الله الأهلي يقدم لنا كورة حلوة ونكسب إن شاء الله بإذن الله. إن الماتش برضه يا جماعة، ماتش المحلة مش سهل. المحلة رخمة، المحلة من زمان رخمة يعني في لعبها. نتوقع نتيجة إن شاء الله بإذن الله الأهلي 2-0 أو 3-1، وممكن تزيد على فكرة يعني. فبس خلينا إيه في الوسط، وأهم حاجة عندنا الأداء، وأهم حاجة عندنا اللعيبة ما تتصابش، عشان الماتش الإسماعيلي الماتش الجاي، وبعد كده ماتش الزمالك. فإن شاء الله بإذن الله اللعيبة كده هتبقى قد المسؤولية. نفسي كولر يدي لعمر الساعي من أول ماتش، يعني يا ريت يديله ويشوف بحاله. الشوط التاني نشوف مثلا أحمد رضا ولا حاجة، عشان الناس تبقى جاهزة في أي حاجة. لو قدر الله حد تعب، حد خد إنذار، حد حصل له حاجة، أحمد رضا برضه لعب كويس يعني، عنده كورة كويسة. وعمر الساعة عنده كورة كويسة برضه، وعبد الله برضه عنده كورة حلوة أوي. عبد الله ممكن ينزل الشوط التاني ولا حاجة نستفاد منه، لسه شاب صغير. فالأهلي إن شاء الله عنده لعيبة الحمد لله كويسين، وعندنا لعيبة مميزة. يعني كده كولر ما عندوش حاجة في الماتشات اللي جاية، يلعب كل واحد في حتته ما يألفش. الشمال شمال، واليمين يمين، والطيارين طيارين، والوسط وسط، والهجوم هجوم. فيا ريت ان شاء الله كولر كده ربنا يكرم النهارده ويكسب النهارده، عشان ما نبعدش عن المنافسة، ونستعد بقى لماتش الإسماعيلي والزمالك. ماتشين صعبين جدا برضه، الإسماعيلي والزمالك. الإسماعيلي وقع، بس يعني ساعات كده ممكن يرخم عليك، بيجي قدام الأهلي بيفتكر الكورة. فده كان فيديو بتاع النهارده. مستني تعليقاتكم، مستني آرائكم، التشكيل بتاع التوقع عن التشكيل والقائمة عن النتيجة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.